سألت الحكيم: هل يمكن أن يصاب المجتمع بداء جماعي يجعله يرى اللص شريفا والشريف لصا؟ فأجابني: الاستبداد المشؤوم يقوم على قلب الحقائق، فيسوق الناس إلى اعتقاد أن طالب الحق فاجر وتارك حقه مطيع، والمشتكي المتظلم مفسد، والنبيه المدقق ملحد، والخامل المسكين صالح أمين. وقد أتبع الناس الاستبداد في تسميتهم النصح فضولا، والغيرة عداوة، والشهامة عتوا، والحمية حماقة، والرحمة مرضا، كما جاروه في اعتبار النفاق سياسة، والتحيل كياسة، والدناءة لطفا، والنذالة دماثة. قلت: ربما، لكن المثقفين بالتأكيد يدركون الحقيقة، وهذا الوهم لا يخضع له إلا العامة. فقال الحكيم: العوام هم قوة المستبد وقوته، بهم وعليهم يصول ويطول، يأسرهم فيتهللون لشوكته، ويغصب أموالهم فيحمدونه على إبقائه حياتهم، ويهينهم فيثنون على رفعته، ويغري بعضهم على بعض فيفتخرون بسياسته، وإذا أسرف في أموالهم يقولون كريم، وإذا قتل منهم لم يمثل يعتبرونه رحيما، ويسوقهم إلى خطر الموت فيطيعونه حذر التوبيخ، وإن نقم عليه منهم بعض الأباة قاتلهم كأنهم بغاة. أظنك يا حكيم بالغت في تحميل الحاكم كل هذه المسؤولية، والشعب نفسه يعاني أمراضا أخلاقية واجتماعية تكاد تفتك به. الاستبداد يضطر الناس إلى استباحة الكذب والتحيل والخداع والنفاق والتذلل، وإلى مراغمة الحس وإماتة النفس ونبذ الجد وترك العمل، وينتج من ذلك أن الاستبداد المشؤوم هو يتولى بطبعه تربية الناس على هذه الخصال الملعونة. قلت: وماذا إذا كان الناس يقبلون بذلك؟ ربما يسعون إلى الاستقرار والأمن. صمت الحكيم ثم أجابني بحدة: الأمة التي لا يشعر كلها أو أكثرها بآلام الاستبداد لا تستحق الحرية. لكن ما قاله لاحقا صدمني: الشرقي أكثر ما يغار على الفروج، كأن شرفه كله مستودع فيها، والغربي أكثر ما يغار على حريته واستقلاله. الشرقي حريص على الدين والرياء فيه، والغربي حريص على القوة والعز والمزيد فيهما. قلت: ولكن لماذا؟ ما تفسيرك؟ لماذا يقع ذلك كله؟ أجاب الحكيم: أضر شيء على الإنسان هو الجهل، وأضر آثار الجهل هو الخوف. ثم قال: لا يذل الله قط أمة عن قلة، إنما هو الجهل يسبب كل علة. صمت قليلا ثم أردف: إن بين الاستبداد والعلم حربا دائمة وطرادا مستمرا، يسعى العلماء في تنوير العقول، ويجتهد المستبد في إطفاء نورها، والطرفان يتجاذبان العوام. سيدي، وكأنك تحمل الناس البسطاء تبعة ما يفعله المستبدون. قال الحكيم: إن الله عادل مطلق لا يظلم أحدا، فلا يولي المستبد إلا على المستبدين. قلت: في ذلك أتفق معك يا حكيم. نحن نمارس الاستبداد بيننا وبين أنفسنا، الزوج والأب والمدير قبل الحاكم. الحكيم واصل الحديث: ولهذا قرر الحكماء أن الحرية التي تنفع الأمة
هي التي تحصل عليها بعد الاستعداد لقبولها، وأما التي تحصل على إثر ثورة حمقاء فقلما تفيد شيئا، لأن الثورة غالبا تكتفي بقطع شجرة الاستبداد ولا تقتلع جذورها، فلا تلبث أن تنبت وتنمو وتعود أقوى مما كانت أولا. على الرعية، واصل الحكيم، أن تعرف مقامها، هل خلقت خادمة لحاكمها تطيعه إن عدل أو جار، وخلق هو ليحكمها كيف شاء بعدل أو اعتساف، أم هي جاءت به ليخدمها لا ليستخدمها؟ ذكرت العلماء، فإذا ذكرنا علماء الدين فإنهم لا يقصرون، وقد تركهم الحكام يعظون الناس ليل نهار. قال الحكيم: لا يخاف المستبد العلوم الدينية المتعلقة بالمعاد المختصة بما بين الإنسان وربه، لاعتقاده أنها لا ترفع غباوة ولا تزيل غشاوة، إنما يتلهى بها المتهوسون بالعلم، حتى إذا ضاع فيها عمرهم وامتلأتها أدمغتهم وأخذ منهم الغرور فصاروا لا يرون علما غير علمهم، فحينئذ يأمنهم المستبد كما يؤمن شر السكران إذا خمر. سأفكر فيما قلت يا حكيم، فإني مندهش والله من علاقة المستبد بالعلم. صمت الحكيم قليلا ثم قال وهو يتهيأ للمغادرة: إن أخوف ما يخافه المستبدون من العلم أن يعرف الناس حقيقة أن الحرية أفضل من الحياة، وأن يعرفوا النفس وعزها، والشرف وعظمته، والحقوق وكيف تحفظ، والظلم وكيف يرفع، والإنسانية وما وظائفها، والرحمة وما لذاتها.